السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الوصفه تاع اليوم. الوصفه تاع اليوم هي سوفلي البطاطا، طبق جد اقتصادي، الشكل تاعه اكثر من رائع والطعم تاعه يعني رايحين تحسبوا بلي راكم تاكلوا في حاجه غاليه، حاجه متكلفين عليها، لكن هي حاجه بسيطه وسريعه التحضير. اول حاجه نبداو بها هي سلق البطاطا، وهذا الماء ما درتلهش الملح. في الوقت اللي البطاطا تاعنا راها طيب نروحو نحضروا الحشوه عندي في مقله حطيت 2 ملاعق كبار من الزيت، خليتهم حماو شويه، ثم ضفت عليهم فلفله صغيره كنت قطعتها الى مكعبات صغيره، وبصله متوسطه كنت قطعتها الى شرائح، خلوهم يتقلاو شويه، ثم نضيف لهم ملعقه كبيره من معجون الطماطم، الماء والتوابل، نخلطوهم مليح ونغطوا عليهم حتى يعقدوا، والنار تكون هادئه. بعد ما البطاطا تاعنا طيب نخلوها تبرد شويه ونجو نطحنوها ولا نمرسوها بهذه الطريقه. نضيفوا حوالي ملعقه صغيره من الزبده، ثم نضيف الحليب اللي يفضل يكون دافي، ونخلطوا كل شيء حتى يرجع عنا القوام تاع البطاطا كريمي. ثم نضيف التوابل، انا ضفت الكركم والفلفله حمراء، اللي يبغي يدير توابل اكثر لكم الحريه، وبطبيعه الحال الملح ايضا. وندوقوا البطاطا تاعنا ونشوفوا الى خصها ملح ولا اي توابل. نخلو البطاطا تاعنا على جهه ونجو نحضروا بياض البيض. عندي بياض البيض ضفت له رشه من الخل ونطلعوه على اعلى سرعه حتى نتحصلوا على قوام يكون ثقيل بهذا الشكل. رايح يدينا حوالي 5 دقائق بالمضرب الكهربائي. ثم نديروا البطاطا على البيض، على بياض البيض، ونخلطوهم مليح حتى يندمج لينا هذا الخليط. وكي نخلطوا بياض البيض نحاولوا ما نخلطوش اكثر من اللازم وما نخلطوش بسرعه حتى ما يهبطش لينا بياض البيض. وبغيت نخبركم باللي المرحله هذه تاع خلط بياض البيض مع البطاطا راح يدينا شويه وقت. وضفت البطاطا تاعي على مرحلتين حتى تسهل عليا عمليه الخلط تاع البطاطا مع بياض البيض. وهذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. انا قدمتهم في هاد ليفيرين، كما يمكن لكم تقدموهم في صينيه كبيره. نحطوا كميه من البطاطا اللي حضرناها، حوالي النصف، ثم بواسطه ملعقه بالظهر تاعها نسوي السطح بهذه الطريقه.
ثم نحط الحشوة اللي كنا حضرناها، نحطه في كل فيرين حوالي ملعقة كبيرة. ثم نزيد طبقة أخرى من خليط البطاطا، ومرة أخرى بظهر ملعقة نسوي الوجه بهذه الطريقة، ونعاودو نحطو من الصلصة اللي حضرناها ولا الحشوة حوالي ملعقة كبيرة. ثم ضفت صلصة البيشاميل. في كل فيرين حطيت حوالي ملعقة كبيرة من صلصة البيشاميل، كما يمكن لكم تستعملوا جبن مبشور. وزدت من الفوق رشة من الفلفل الأحمر حتى يكسر لينا اللون الأبيض. وندخلوهم الفرن مسخن سابقا على 180 درجة رف أوسط. رايح يدينا في الفرن حوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة. كي تشوفوا انه الحواف خداو لون ذهبي، نطفوا من الحواف ونشعلوا من الفوق حتى يتحمر لينا هذا السوفلي. يعني كل شيء تقريبا راه طايب ما عدا بياض البيض اللي درناه. وهذا هو القوام تاعهم، او هذا هو الشكل تاعهم بعد ما خرجتهم من الفرن. هنايا راهم مازالوا دافيين، وبالطبع ناكلهم هما دافيين. القوام تاع البطاطا كريمي بزاف، مع هذيك الحشوه اللي يمكن تغيروا فيها، تضيفوا فيها اقصد تضيفوا لها مثلا لحم مفروم ولا دجاج. مع ان هذه الحشوه كانت بسيطه بزاف لكن الطعم اكثر من رائع. ننصحكم بزاف هذا الطبق الاقتصادي والسهل. نتمنى حقا تجربوا الوصفه وتعجبكم وتشاركوها مع اصدقائكم واحبابكم، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.